بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. أهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من ملف اللغة العربية في العصر الرقمي. بعد ما فهمنا النشأة والدوافع، بنصل اليوم للسؤال الأهم: إلى أين نحن متجهون؟ هل تبتلع لغة الإنترنت لغتنا الفصحى، اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، أم أننا قادرون على خلق عصر للتعايش؟ وما هو دور مجامع اللغة والمؤسسات التعليمية وأولياء الأمور لتعزيز المواطنة الرقمية دون صدام مع الشباب؟ يسعدنا يكون معنا في الاستوديو لاستكمال هذا الموضوع الدكتورة سامية إسماعيل سكيك، الخبيرة التربوية والمدير التنفيذي في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني. أهلا ومرحبا يا دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذة ندى. أهلا وسهلا. وصلنا لختام سلسلتنا مع حضرتك عن ملف اللغة العربية في العصر الرقمي، والحقيقة النهاردة محتاجين نعرف العديد من الأمور في غاية الأهمية. نبدأ بأن حضرتك تناولتي في أهمية الدراسة التطبيقية دور مجامع اللغة العربية. نعم. والحقيقة هل مجامع اللغة العربية بتعيش الآن في الأبراج العاجية وبتصدر قرارات يعني ليس لها أي علاقة بشباب التيك توك والسوشيال ميديا والأمور دي كلها، ولا لا؟ وكيف يمكنها استعادة المبادرة؟ مجامع اللغة العربية هي الأساس والركن الركين في الحفاظ على اللغة العربية الأصيلة الفصحى. نعم. بداية أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة أهلا وسهلا ندى. شكرا بحضرتك. على لقائك. أهلا وسهلا. وإذا أردنا أن نتحدث عن مجامع اللغة العربية، يعني أنا كباحثة صغيرة في مجال اللغة العربية وأعشق اللغة العربية تماما، وانضممت لمجمع اللغة العربية الفلسطيني في غزة، واشتركت في العديد من المؤتمرات التي يعني بحثت في موضوعات متعددة تختص باللغة العربية وكيف يمكن أن نحافظ عليها لأنها لغة القرآن وأشياء كثيرة. ما لاحظته هنا أنا من يحضر هذه المؤتمرات هم مختصو اللغة العربية فقط، يعني من درس اللغة العربية ومن يحب اللغة العربية ومن يدرسها ومن سيدرسها. لكن هل الجمهور العام، الجمهور المستهدف أصلا مش موجود؟ أصلا ليس موجودا للأسف الشديد. أيوة. فكيف لنا أن نوصل توصيات هذا المؤتمر للجمهور العام؟ كيف لنا أن نوصل ما تم مناقشته داخل هذا المؤتمر للجمهور العام؟ كنت حريصة على أن عندما أذهب إلى هذا المؤتمر كنت أشارك بأوراق علمية أن أخذ معايا ثلة من المعلمات بتخصصات مختلفة، لأني كنت أطالبهم خلال الحصص أن يتحدثوا بلغة عربية فصحى ما أمكن. ليست فصحى وإنما لغة عربية سليمة، دعينا نقول. تمام. ولكن هنا يعني للأسف الشديد أقول لك أحد المؤتمرات يعني رئيس كانت هي يعني اللهم اغفر لنا ولها، يعني كانت رئيسة قسم مناهج وطرق تدريس اللغة العربية. لو ذكرت لك أنها لم تتحدث بلغة عربية سليمة وأسهبت في الأخطاء من البداية حتى النهاية، لدرجة أنني لم أستطع أن أتمالك نفسي وسجلت لها كل الأخطاء، وقد بادرت لها بالسؤال، يمكن طبع هجومية في البحث العلمي. فقلت لها يعني حضرتك يعني أستاذة في اللغة العربية، رئيسة القسم، أنت رئيسة القسم، فكيف لك أن تخطئي في كذا وكذا؟ والله يعني القاعة ضجت بالتصفيق الحار، لأنهم كلهم كانوا أساسا تخصصهم لغة عربية. ولاحظوا هذه الأخطاء، ولكن ما قدروش إن هم وكانوا قلقون جدا من طريقتها في الكلام، لكنني كنت أسجل. حينما واجهتها طبعا احتدت ويعني وأحرجت أكيد، وأحرجت، وبعضهم قال لي أنك أحرجتها. أنا تأسفت لها بصراحة يعني، وقلت لها أنني سأخطئ أنا أيضا حين أتحدث أمام الجمهور، لكن ليس بكل الكلمات كلها أخطاء. هنا يوجد لدينا خلل. يعني مجامع اللغة العربية من ينضم لها؟ ينضم لها أساتذة اللغة العربية، دكاترة اللغة العربية في الجامعات، في مختلف المؤسسات الرسمية التعليمية.
فكيف لك أن تخطئي؟ كيف للمجمع اللغة العربية أن يعدل من هذه الأخطاء والسلوكات؟ لذلك أنا أقول منذ البداية إذا كان لدي خطأ أساسا فهو الخطأ يعني موجود منذ الصغر وسيكتمل معي حين أكبر. مجامع اللغة العربية عليها أن تصل يعني للمدارس. يعني كانوا عملوا برضو يعني في غزة صراحة الله ربنا كده يصلح الحال فيها بإذن الله. يعني عملوا مجمع للغة صغير على قدر مستوى المدرسة، سموه مجمع اللغة العربية المدرسي. فهذه كانت فكرة جميلة بأن انتقلنا من البرج العاجي كما يقولون، هو ليس برجا عاجيا، هم يتأملون ويأملون منا أن نشارك في هذه المؤتمرات وأن نحضرها وأن لكن حين تنزل إلى المدارس بالمسمى مجمع لغة عربية مدرسي سأجد أن الطالبات يحببن اللغة العربية، يحببن أن يتحدثن في الإذاعة، يحببن أن يعني يمارسن اللغة العربية الفصحى بشكل سليم من خلال وجودهم أو تواجدهم في هذا المجمع الصغير. إذن علينا طريقة المجامع اللغوية أن تتواصل، وبالفعل هم تواصلوا معي وأخذنا من فضل الله على مرتين أو أكثر في كذا مدرسة أخذنا مركز أول لأننا اعتنينا فعلا باللغة العربية من حيث الخط، من حيث التحدث باللغة العربية، من حيث الصحافة، من حيث الإعلام، من حيث المكاتبات، من حيث القصص القصيرة، من حيث الاشتراك في المسابقات العامة. يعني يجب على مجامع اللغة العربية أن تنزل لمستوى الجمهور العام، والجمهور العام أكبر قاعدة وشريحة له هي المدارس والجامعات. فإذا بدأنا من المدارس سنصل بالتأكيد للجامعات، بالتأكيد سنصل للجامعات. فهنا يعني هذا أحد الحلول الرائعة التي يجب أن نتبناها. التعايش الوظيفي مطلوب في اللغات الثانية، لكن لا أجعل اللغات الأخرى هي المسيطرة على العالم، هي المسيطرة على العالم. أنا كمجمع لغوي أستطيع أن أو كمجمع طبعا لغة عربية أيا كان فلسطيني أو مصري أو أيوة. أستطيع أن أصل للقارئ في البيت، في المنزل، في الشارع من خلال هذا المجمع. كنا يعني نحتفل بما تنتج الطالبات من مثلا وسائل أدوات، من أشعار يحفظونها، من مناظرات شعرية، وكنا ندعو الأهل لسماع ذلك. حين تشترك الأسرة معنا في السماع لهذا الكلام هم يفتخرون جدا بأبنائهم. وكما قلت لك أن الأطفال لديهم القدرة على الحفظ السريع بدليل حفظهم القرآن الكريم طبعا بمفرداته اللغوية بكل ما يتعلق به يحفظونه، كم التجويد طبعا بالضبط. وهنا يعني هذا صراحة أو أعتقد أن هذا أهم توصية أن ننزل من المجمع بشكل عام وبتوصياتها التي لا يستطيع أن يقرأها أي أحد إلا متخصصو اللغة العربية، ننزل لمستوى المدارس. إن نزلنا لمستوى المدارس فنحن ستحل عقدة كبيرة لدينا فيما يتعلق باللغة العربية ممتاز جدا الفصحى. طيب احنا عندنا إشكالية، وهي إن صناع المحتوى دلوقتي على التطبيقات الرقمية، على السوشيال ميديا، سواء على التيك توك، على الفيسبوك، على الانستجرام، أي ما يكن، بيسيطروا بشكل كبير على عقول الشباب والبنات. ازاي نطالب الشباب باستخدام الفصحى في حين ان البيئة الرقمية والتطبيقات الحديثة اللي هم منغمسين فيها والمحيطة بيهم في كل مكان بتشجع اصلا النمط الهجين في اللغة؟ صح الكلام صحيح، لكن إذا استطعنا أن نحول ذلك بأن نتفق مع المؤثرين أولا لصناعة محتوى قصير جذاب. أيوة، هذه أول نقطة. النقطة الأخرى أن ننتج نحن أدوات لصناعة المحتوى تكون سهلة على القارئ العربي، ولا نعتمد على اللي هو المحتويات الأجنبية بمختلف لغاتها. أن نوظف أدوات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق أو بلغتنا طبعا، أو أن ندخل اللغة العربية كمحور هام أو كلغة هامة يستطيع أن يوظفها الشاب بسهولة. لا نستخدم المفردات المعقدة، ولكن نستخدم المحتوى القصير الجذاب الذي يستطيع أن يفهمه بشكل سريع الرجل المار في الشارع والجالس في بيته والأم التي تخدم أبنائها، ويستطيع من يقرأ أو يوظف هذه الكلمات والمفردات أن يوظفها بشكل سريع ويستمع إليها وهو مسرور. يعني استمعت إلى
أغنية مع أنني لم يعني لا أستمع إلى الأغاني، لكن هي بلغة عربية فصحى، وجدت أن الشباب يقبلون عليها بشكل عجيب. طب لماذا يقبلون على هذه الأغنية بالرغم من أنها مفرداتها ليست سهلة، لكن موسيقاها كانت نوعا ما مختلفة عن الموسيقى الفوضوية العادية، لكن وجدت أن هناك إقبالا من الشباب. معنى ذلك أن شبابنا لا يعزفون عن استخدام اللغة العربية أو توظيفها أو سماعها، ولكن لا يوجد محتوى جذاب يجذبهم إلى محتاجين نخاطبهم بلغتهم. نعم، نخاطبهم بلغتهم، بلغة العصر المتجددة السريعة. أيوة. أن نوظف أدوات يعني تتقبل أفكارهم، نوظف أدوات تساعدهم على التعبير عن أنفسهم وعن ممارساتهم بشكل لغوي سليم وليس فصحى سليمة. لأن الفصحى السليمة هي لغة القرآن، إن أتقنها والله سيتقن كل شيء في حياته ما كان، ولن يستخدم العربيزة أو اللغة. يعني الناس تعتبرها أحيانا ما هو العربيزة، ما هي اللغة هجينة، ممكن يكون تافهة، لا نستطيع نستخدمها. لكن لا نستطيع. يا دكتورة البعض بيقول انتوا عاملين الأمر مشكلة كبيرة ليه؟ ايه المشكلة لما احنا حطينا حروف 7 و3 و5 وأي أرقام في وسط؟ ايه الأزمة؟ هو عامل أزمة لدرجة ان انتوا تعملوا سلسلة حلقات عنه، لدرجة ان الدكتورة تاخد من وقتها وجهدها وعلمها تعمل بحث مطول ما شاء الله علشان نتكلم عن حاجة زي دي. رد حضرتك ايه على الناس اللي شايفة ان الأمر بسيط وان احنا يعني أعطيناه أكبر من حجمه؟ لا، هو الأمر ليس بسيطا. إذا كان هذا نمط وعادة أصبحت لدينا موجودة تطمس تماما هويتنا ولغتنا العربية الأصيلة. إذا كان لا يستطيع الشاب كما ذكرت سابقا، لا يستطيع أن يعبر عن نفسه بشكل سليم، لا يستطيع أن يكتب البحث العلمي. والله كان لدينا دكتور فاضل هو الأستاذ الدكتور ضياء الدين زاهر، هو أستاذ الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والدراسات المستقبلية في مصر، وهو من جهابذة يعني العلماء موجود في جامعة عين شمس. كان يقول حين كنت أراجع رسالة الماجستير أو الدكتوراه أجدها كتبت بلغة ركيكة جدا، لغة عوام، لغة شوارع، ليس اللغة العلمية المطلوبة. فكنت أقول للطالب ارجع واقرأ روايات أدبية، وهذه نصيحة فعلا ممتازة، لأن الرواية الأدبية محبوكة بشكل قريب من القلب، يعني تستطيعين أن تتوقع فيها الأحداث، تساري فيها الأحداث، فأنت تقرأين وأنت يعني منسجمة مع هذا المحتوى. إن استطعت أن تقرأيها وتنسجم مع هذا المحتوى وتفهميها، بالتالي يعني التعبير لديك سيصبح أفضل. وبالتالي هذه نصيحة فعلا ممتازة ومهمة جدا. يعني أنا يجب أن أقرأ كثيرا، ولا وقت لدينا القراءة الآن كما يقولون. الآن أصبح يعني المواطن أو الشاب أو حتى الكبير كلنا يتلقى المعلومة من الهاتف، ويقضي ساعات طويلة على الهاتف، يتلقى معلومته ويتلقى ثقافته ويتلقى أشياء كثيرة من خلال الهاتف. أصبحنا لا نقرأ، أمة لا تقرأ، أمة اقرأ لا تقرأ، مع الأسف إلا من رحم ربي طبعا، الشديد جدا إلا من رحم ربي. قليلون من يقبلون على القراءة. ولو أن مثلا في دبي يعملون هي مسابقة القراءة، ومن يستطيع أن يقرأ كذا كتاب في كذا، يعني هذه هي مبادرة لكنها طفيفة جدا وطفيفة للغاية، وأثرها يعني غير ملموس وواضح على الأرض أو على الواقع العربي. فبالتالي علينا أن نشجع شبابنا على توظيف اللغة العربية من خلال محتوانا الهادف، من خلال صناعة المحتوى والتأثير على عقولهم من خلال اللي هو صناع المحتوى، من خلال صناع المحتوى والاتفاق معهم، عقد شراكات معهم حتى. يعني أنت مؤثر ولديك مثلا 1,000,000 شخص على هاتفك أو على موقع التواصل لديك. أيوة. فبالتالي إن استطعت أن تقدم محتوى هادف فسيكون لديك مثلا فليكن يعني هي عقد شراكة بمقابل مادي. بالضبط، بمقابل مادي، فبالتالي سيقبل هو على ذلك. بالتأكيد سيقبل على ذلك. وبالتالي سنحسن من مستوى الأداء واللغة العربية، وهو ليس موضوعا تافها أبدا. إن لم يستطع الطالب مرة أخرى أو أي شخص أن يعبر عن نفسه بلغة سليمة، فهو غير قادر على أن يكون في المحافل حتى البسيطة ما بين العائلات، لن يستطيع أن يتفوه بكلمات يعني معقولة أو محترمة. بالضبط. أخيرا دكتورة، هل نقدر نقول أو نجزم في النهاية إن العربيزي هو عدو
بيهدد لغتنا العربية ويلغيها، أم أنها مجرد أداة جديدة فرضتها التقنية أو العصر الحديث علشان تؤدي وظيفة التواصل السريع، ولكن تبقى الفصحى هي لغة العلم والثقافة الرسمية؟ بالتأكيد اللغة العربية هي لغة الإعلام، اللغة الرسمية في المحافل، اللغة الرسمية في القانون، في المحكمة، في المدرسة، هي لغتنا الرسمية، هي اللغة العربية. لا نستطيع أيضا أن نقول كما ذكرنا أن العربيزي هو تهديد أو نحذر منه أو لا نتقبله، ولكن نتقبله بشروط وحدود معقولة، ونفهم أسباب تفشي هذه الظاهرة، ثم كيف العلاج والوصول إلى الشباب أو عقل الشاب العربي. أيضا هي تعددية ثقافية، يعني نحن نتحدث أو نكتب بعض الأرقام أو الحروف، ونرى أيضا أن كثير من المفردات العربية بالمناسبة موجودة في اللغة التركية وفي اللغة الإنجليزية بالزبط. وفي اللغة حتى الصينية، في اللغة الإسبانية، في كثير من الكلمات باللغة العربية هي دخلت إلى يعني محتواهم الثقافي، لكن هم يعني كانوا أمهر منا في الغرب، كانوا أمهر منا في توظيف التكنولوجيا بشكل هادف، بشكل مميز، بشكل علمي أكثر، بتوفير المحتويات العلمية التامة، بتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي التي للأسف أصبح الآن حتى الباحثين والشباب هم يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في كتابة الأبحاث أبحاثهم، العلمية. ونرى أن كثيرا لا تقبل من الأبحاث، لا تقبل بسبب أنهم أصبحت اعتمدوا. التقنيات الآن الدكاترة نعم. بيعتمدوها أنهم يكشفوا عن هذا البحث مستخدم فيه نسبة الذكاء الاصطناعي قد إيه. بالضبط. وكثير من الباحثين ترفض أبحاثهم بسبب اعتمادهم على الذكاء الاصطناعي. لا نستطيع أن نجزم أننا لا نستطيع أن نستخدمه، لكن إذا استخدمت الذكاء الاصطناعي فاعرف كيف توظفه وكيف تستخدم. بالضبط. كيف، ما السؤال الذي تريد الإجابة عليه، ولا تأخذ كل المسلمات. حتى الذكاء الاصطناعي هو بيخبرك أن يعطيك المعلومة ويقول لك أن تأكدي أن هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة، فابحثي عنها. فمن الباب أولى أن أبحث أنا كباحث عن المعلومة من مصدرها الأصلي، أستقيها من مصدرها الأصلي. أخيرا يا دكتورة، رسالة توجهيها من خلال برنامجنا قوارير ومن خلال شبكة سلام الإعلامية لكل من يشاهدنا اليوم وبيتحدث بالعربيزي أو بيكتب بالعربيزي، أو شايف يعني يرى أن الأمر ما هو إلا أمر بسيط ولا هو يحتاج كل هذا الاهتمام، وما المشكلة وما الداعي من كل هذا الحديث عنه؟ نعم، يعني هي النصيحة الأولى والأخيرة أقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن ما استطعتم، اقرأوا القرآن وتدبروا فيه. اقرأ القرآن. يعني طفل سأل والده، يعني هذه قصة استمعت إليها قبل يعني وأنا صغيرة منذ زمن، يعني طفل صغير يسأل جده: لماذا تقرأ القرآن وأنت لا تحفظه؟ يعني أنت لا تحفظ القرآن ومستمر في القراءة مستمر في القراءة، فلماذا لا تحفظ؟ فقال له الجد: احمل هذه السلة واذهب بها إلى البحر، واذهب بها إلى البحر. هي سلة كانت متسخة نوعا ما. فقال له: اذهب بها البحر. وحين عاد يعني ذهب إلى البحر عبأها ورجع بها. طبعا السلة كانت فيها ثقوب ففرغت تماما مما فيه. يا جدي لقد فرغت. قال له: املأها مرة أخرى. ملأها مرة أخرى. طبعا ما الذي حصل؟ أنه بمجرد أن مرة واثنتان وثلاثة عبأ السلة أصبحت نظيفة تماما. فقال له: هكذا القرآن يؤثر فينا، حتى لو لم أحفظه فهو يحفظ قلبي وينقيه. أيوة. وينقيه وينظفه، وبالتالي حتى الاستمرار في القراءة سيحفظك القرآن رغما عنك وغصبا عنك. وأريد أن أنهي سبحان الله، هي قصة طريفة حدثت لدي حين أردت أن أسجل للماجستير، فقالوا لنا يجب أن تحفظ، ولم أكن أحفظ القرآن إلا بعض السور القصيرة صراحة يعني. وأتمنى إن شاء الله أن يعني أحفظ بإذن الله يا رب. فوجدت أن والدة زوجي تحفظ سورة الكهف وأنا لا أحفظها، فتفاجأت. يعني هي تقريبا أمية، يعني كيف هي تحفظ سورة الكهف وأنا لا أحفظها؟ فاجتهدت على نفسي وحفظتها من فضل الله في خلال، طبعا يعني كان شهر تقريبا صراحة. وحين ذهبت إلى الجامعة فوجدت أن سورة الإسراء هي المطلوبة، فاضطررت أن أحفظ سورة الإسراء. فهذا كان تحدي بيني وبين نفسي. هذا يدل على أن القرآن قريب جدا من قلوبنا وعقولنا، ولو لحظة تدبر يعني المفروض أن نشجع عليها صراحة الأهل وفي المدرسة أيضا. ويعني ربنا هيك الله المستعان أن يحفظ لغتنا. فقد قال سبحانه وتعالى:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلغتنا محفوظة بإذن الله. بإذن الله تعالى. وده خير ختام مع حضرتك دكتورة سامية إسماعيل سكيك، الخبيرة التربوية والمدير التنفيذي في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني. شكرا جزيلا لحضرتك وعلى وجودك معنا وعلى اتساع وقتك وتلبيتك الدعوة لنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وشكر موصول، احنا اسعد يا دكتوره. الشكر موصول لكل مشاهدين ومتابعين برنامج قوارير. وفي ختام هذه السلسله الثلاثيه يتبين لنا ان الحفاظ على لغه القران الكريم لغه اهل الجنه، وركيزتها وهويتنا ليس بالجمود ولا بالخوف من التقنيه، بل باستيعاب العصر وتوجيه ادواته لصالح لغتنا واصالتنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، واجعلنا من أهل اللغة العربية الفصحى لغة أهل الجنة، واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.